هل استيقظت يوماً لتجد نفسك في عالم تحكمه الحيوانات؟ يبدو الأمر مستحيلاً، أليس كذلك؟ بدأت قصتي عندما فتحت عيني لأجد نفسي في قفص بين مخلوقات لطالما اعتبرتها أصدقاء. الكائن الذي يقف على رأس القيادة هو الفيل الحكيم، ينظم الأمور بمنتهى الجدية والحنكة. ما العجب عندما أعمل تحت إدارة الزرافة الأنيقة؟ كل قرار تتخذه يزيد العالم جمالاً. اتقى كل زملائنا الطيور في المكتبة العملاقة لتنظيم الموارد الفكرية للدولة الجديدة. الصقر الرقيب يمنح إشارات التحرك والمضي قدماً وفق خططه المحكمة بتعاون الحيوانات كلها. وكان الأسد يطبق العدالة في محاكمته بطريقة شفافة دون تهاون أو محاباة لأي جهة. كل واحد من الكلاب الحكومي يقف لإلقاء خطاب يعرف أهمية اتباع السياسات الجديدة بدون تردد. كل حيوان له دوره الحيوي في هذه المدينة، وعليه أن ينفذه لتحقيق الانسجام التام. لكن هل كان البشر يستحقون القيادة منذ البداية؟ سؤال يحير عقلي كلما تفكرت بهذا الانقلاب. قد تكون لدينا قدرة التفكير، لكن التجربة أثبتت أن الحيوان لا يستهين برعيته. هل انتابك الفضول من قبلي لمعرفة كيف يشكل التعاون العنصر الأقوى في بناء دولتهم؟ الببغاء المتحدث يعتلي المنبر ليكرر تعاليم الرفق والتعاون المتبادل أمام الجمهور. تساؤلات تارة وحقائق تارة أخرى في عالم قلب الأوراق، أي كفة من الميزان أكثر ثقلاً. رسائل مهمة تهدف إلى إيقاظ العالم البشري. هل نحن الأقل احتراماً تجاه العالم؟ يوتوشترا اليابسة أعطتنا هامشاً أوسع للإصلاح، بينما الحياة البحرية تتجارى في حكمنا. يرسم الحمار جدي الأسباب الاقتصادية بدقة، وكأنه يرسم سيفاً في معركة منطقية. بفضل رفقائهم النسور، أضفى الذكاء على العلاقات الدبلوماسية لم يسبق لها مثيل. لربما قوة الطبيعة حكيمة حقاً. تعلمنا الرحمة والتضامن من أشبال عالية الحكمة. نتيجة التجربة مثيرة للإعجاب، استفدنا منها دروساً عظيمة في القيادة والتفاهم. الوداع، لكن لحظاتنا الجديدة ستحكم إذا كانت أعظم التحديات قد بدأت للتو. هل من الممكن أن البشر بحاجة للتوقف والتفكير؟ أدورنا سيتغير من القادة إلى الأتباع. الزمن كفيل بالكشف عن النتائج. هل نحن على استعداد لهذا التطور المنزلق ببطيء للمستقبل؟ إن فكرة في حال عالم الحيوانات، ربما ستجد السلام والنظام المطلوبين في حياتنا. لكن اللحظة التي كانت الأهم أن تكتشف رغم غرابة ما يحدث، نحن أيضاً ننتمي إلى هذا النظام الجديد. أحياناً أفضل دروس الحياة تأتي بأشكال لم نكن نتوقعها. في هذا العالم يبدو أن العبرة مذهلة حقاً. هل نترك للإنسانية مساحة لإعادة تعريف مفاهيمها في ظل تطور واضح لمجتمع الحيوانات؟ العواقب قد تكون مدهشة، كما لو كانت الحيوانات تتسلل لأخذ أدوار ريادية في خضم الفوضى. حتى بعد تتابع المواقف الغريبة، اكتشفنا أن العيش تحت حكمهم يضيف للمعادلة جاذبية جديدة. ربما الحقيقة غير المعروفة تتمثل في أننا منذ البداية كنا بحاجة لهذا التغيير العاطفي الحيواني. الحيوانات أثبتت لنا أن القيم الإنسانية قد تغدو شيئاً مؤثراً بلا حاجة للسلطة البشرية. ما نجم عن هذا الانقلاب العجيب؟ تعايش مشترك يمنح العالم عزيمة جديدة، حلم آفاق تبدو أنها المتسعة من جدة وفكر. السلام والآداب هما محور النقاش القادم الذي افتتحه واحد من طيور النعام في ندوة جماعية متعددة الآراء والرؤى الجديدة. أخيراً، بالعودة إلى الغريزة، يصبح الأمر جلي أن الحكمة القديمة لدليل والمريخ لحاجتنا للحكمة الحديثة. لنوضح أننا مجتمع واحد مرتبط بمشاركتنا للعديد من التحديات والتجارب معاً لن يتفكك. ولهذا نعود للمضمون مجدداً، أنه مهما اختلفنا في الطريق يبقى القرار للبشر ما دمنا حافظنا على روح التعاون. لكن اللحظات الصغيرة تعلمنا أن الحيوانات تلعب دوراً محورياً لكن هادئ في حياكة واقعنا الجديد. السلام والحب يظهران لنا كعكاز رخو في عالم فرض علينا الانضباط والمحافظة عليه في هذا الأفق الحيواني.
تتفاوت المواقف عما لو كنت تحلم أو تتصارع مع ماء الحياة، لكن الحكمة بذرة قمح تجعلك جزءاً من السطيف الأسود في الطبيعة. الطريق الصحيح سيسير مع وعي أن احترام الحيوان سيوفر النجاح، مع إمكانية تأقلم الشأن تبين ما كنا نحتاج مرارا وتكرارا بلا معاناة. وتنتهي القصة بالدرس الأهم، وهو أن الحكمة والمعرفة الحقيقية قد تنبثق من ليس لديهم صوت أو كلمة، وهم المرشدون بلا معاوقة. الطبيعة تخلق لك عالماً بديعاً متجدد الحجج للابتسامة الكاملة، وسط حركة السير أمام أصوات مركباً تصنع السيمفونية العظيمة والفريدة. من المنظور الأدبي، الحياة تطورت لما يمكن اعتباره الحكمة الأبدية الفريدة والمزهرة عميقاً في تناسق ابتداع الجمال. الجمال يبرز كلاسيكي لحظة إدراكك لقيمتنا وحقنا الطبيعي بأن نكون جزءاً من نسيج وجود أوسع، قارئاً أبيات نغاوي تثير الامتنان والدهشة جداً. انظر، استمع وتفكر، تعلم الصناعة عبر الأجيال، حيث تضاء خارطة الطريق لمستوى صوت الموج العائم في الأفق. إنه هنا، إنه هنا ليظل إلى أبد الدهر. أنت متألق ونابغ بالأفق، سر تناحر المشاعر، تخططان فقداً ثم فوزاً، يردد نشيد النصر بكلمات لم تقال من قبل. رغم حركة الزمن، تخرج النقاشات من الحياة البديلة، حيث تعلمنا صناعة اليد وخبرات المناضلين المخضرمين. خبرة القوة والعزم تتغاير في بروز طاقة فريدة تجلق في حياة لا تقيد بيوم الزمان الدائر. ما قد غاب أو وجد تجاه الكون البين، نجد انتماءً لا يتآكل في التصور المرسوم للأوقات المخفية لدينا. محاربون يعودون بعد غياب طويل، كامل الظهور مرة واحدة كضيف مبجل. المعارف تولي القوة، وهناك حكمة تتقدم في الحياة مسرورة، حفاظاً على المحبة والسكون والورع المتبادل بين البشر من الراقد وحيداً في راحة البال. ومع خوذتهم وعباءاتهم تحبسهم إنقاذ الروح المليئة بالأمل لصنع المستقبل في أرض الحواس المتبقية في ذاكرة سيد الأسطورة الواهمة. يكمن إلهامك في أعماق الأحاسيس داخل مشاعر تنتشي كلما نطق الشاعر المتجدد قصيدته على كل الأرواح المتطفلة والمعاصرة والحكايات المعنية الباقية. الطريق الذي تتعدد فيه المجهوليات يتبع بشقوق تتسرب بين المسائل المبهمة، لحظات بديهية نقتبسها من الفجر. يا لها من فوائد مكانية، حيث يقبع كل سكون خاطف الأذهان في عنصر الصمت الكامل. الحياة تتجلى بألوان عابرة تتبدل عبر تعاقب فترات الزمن وتتجدد بآفاق لا متناهية. وبذلك نتطلع إلى يوم غد، حيث تكون المظلة زرقة البحر ورفرفة الانعتاق في سماواته المتراميه رغم ما قدمناه سابقاً. نراقب لمحات معينة في القرون، حيث تتخللها رسومات مذهلة بنفسها تعود إلى الحال المستلم من جذور الماضي. درعنا الطويل الذي حمل بشراً ضمن حكايات آمال لتحقيق هدير نظم انسجام تتسرب داخل حلم العصور الغابرة. تلك النهايات الضبابية المتمازجة مع التفاصيل الممتنعة عن الذهاب في تقدير السلاسل الجارية والمفاجأة الراكدة تحتها. هكذا أظل أعيش كهدوء من النهر الأزرق يتدفق بين حكايات العصر المعاصر وتأملات استنارة إليجن الخاصة.